إنولا هولمز 2 بيكمل معانا من الجزء الأول، وبنبدأ بإنولا وهي بتجري من الشرطة، بعدين بترجع بالوقت عشان تشرح لنا إيه اللي حصل عشان توصل لهنا، وبتحكي إنها بعد ما حلت قضيتها الأولى فتحت وكالة تحقيق خاصة بيها وباسمها، وكانت مبسوطة عشان هتبقى محققة مشهورة زي أخوها شيرلوك. ولكن كل الزباين اللي كانوا بيجوا كانوا مش بيرضوا يعينوها، يا إما عشان هي صغيرة جدا يا إما عشان هي بنت. وفي نفس الوقت ده أخوها شيرلوك بيكون عنده قضايا كتير، بس هي مش لاقية ولا قضية، ومامتها بتكون لسه هربانة عشان بتحاول تغير العالم، وتكسبري بقى أخيرا لورد، وبتحكي انه بيوحشها اوقات كتير، لكن هي مش عايزه حاجه تعطلها عن شغلها دلوقتي. وللاسف الوكاله بتاعتها بتتقفل عشان مفيش قضايا. وفي يوم وهي بتلم حاجتها بتيجي طفله صغيره تطلب منها تلاقي اختها الضايعه، فبتروح معاها لبيتها وبتاخد مواصفات اختها، وبتعرف انهم مش اخوات من الاهل لكن هم عايشين مع بعض. وبتبص انولا على حاجه ساره ودي البنت الضايعه عشان تحاول توصل لاي دليل. وفي واحده اسمها ماي بتيجي تحاول تمنع انولا من انها تحقق في القضيه، بس في الاخر بتزهق وبتمشي، وبتكمل انولا تحقيق، وبتقول اختها ان اخر مره شافوها كان من اسبوع. وتاني يوم بتروح انولا مع الطفله المكان اللي بيشتغلوا فيه، وبتلبس زيهم عشان تعرف تدخل، وبتستخدم اسم مزيف عشان يمكن تلاقي اي دليل هنا. وبتشوف انهم شغالين في مصنع كبريت، وبتكون انولا عايزه تطلع مكتب المدير بس مش عارفه ازاي من غير ما الحرس يشوفوها، فبتوقع حاجه عشان تلهيهم وبتطلع المكتب بسرعه، وبتعرف تفتح الخزنه عشان تشوف السجل، وبتلاقي ان في كذا ورقه مقطوعين وشعر حمر، وساره شعرها احمر. بعدين بتسمع المدير في اجتماع وبتتصنت عليه. بعدها بتنزل وبتبص على ماي بنظره شك، وبتسأل الطفلة هي ازاي سارة طلعت المكتب، فبتقول في واحدة من البنات حصل عندها حريق صغير فالحرس بيتشتت معاها، وبتعرف على طول انها مي، فبتقرر انها تمشي وراها وتشوف هتروح فين، وبتلاقي انها شغالة بالليل في مسرح. وبعد العرض بتروح انولا ورا الكواليس وبتشوف نفس الروج اللي عند سارة. بعدها بتيجي مي تهدد انولا بسكينة انها لازم تمشي. بعدها بتسأل انولا واحد هناك لو يعرف اي حاجة عن سارة، وبيطلب منها فلوس الاول، وبتعرف انها برضه كانت شغالة هنا من ورا اختها، وان في ولد كان بيبعت لها جوابات وورد كتير، وبتلاقي جواب منه في المكان اللي كانت بتلبس فيه. وبتخرج انولا وهي بتفكر يا ترى ساره هربت مع الراجل ده بس ليه. بعدين بتكون راجعه البيت وبتسمع حد ماشي وراها، فبتجري بسرعه وهي خايفه، وبتلاقي شيرلوك بيطرد من مطعم وشكله سكران، فبتساعده عشان يرجع البيت، وبتوصله وبتكون اول مره تدخل بيته، وبتحاول تعرف القضيه اللي شغال عليها دلوقتي، وبتستغل انه مش فايق، فبتشوف خريطه القضايا وبتنام غصب عنها، فبيصحيها الصبح وبيزعق لها عشان حركت حاجاته من مكانها، فبتطلب منه انها تساعده في القضيه بس هو مش بيوافق، وبيقول لها تطلع بره البيت، وبيسألها لو دلوقتي حياتها معرضة للخطر، فبتقول له لا وانها مش محتاجة مساعدة من حد، وبتروح تقعد لوحدها في الجنينة وبتاكل. بعدين بيقابلها توكسبري وبيسلم عليها، وبتشرح له هي ليه شكلها عامل كده وانها شغالة على قضية. بعدين بيسألها ليه مش بترد عليه ولو هي محتاجة اي مساعدة، وطبعا بتقول له لا. بعدين بتقرا الجواب اللي كان مبعوت لسارة تاني، وبتفهم ان في عنوان مكتوب بشفرة، وبتقدر تفك الشفرة وبتفرح جدا، وهي في الطريق بتتكلم ان دي فرصتها عشان تكون محققة معروفة. واول ما بتوصل العنوان بتستغرب ان الباب مفتوح والمكان كله بيكون فيه فوضى، وبتلاقي شعر حمراء. بعدها بتسمع صوت على السرير وبتلاقي ماي مقتولة، وبتحاول تعرف مين عمل كده بس بيكون الاوان فات، وبتلاقي ورقة في جيبها فبتاخدها. وفي اللحظة دي بيدخل شرطي، ولحسن الحظ ده المحقق اللي هي عارفاه من زمان، وبتحاول تشرح موقفها، وبتسمع صوت عكاز وده نفس الصوت اللي سمعته امبارح بيمشي وراها. وبيدخل رئيس الشرطة وبيحاول المحقق التاني يخبي عليها، وبيقول انها محققة زيه عشان محدش يشك ان هي اللي قتلتها. بعدها بياخد رئيس الشرطة شنطتها وبيقول لها ايه ده، فبتقول دي الادلة بتاعتي، وبيكون عايز ياخد الورقة اللي كانت مع ماي منها لكن بتضربه وبتنط من الشباك. وهنا بنعرف ليه الشرطة كانت بتجري وراها في اول الفيلم. بعدها بيروح المحقق لشيرلوك عشان ينبهه ان اخته في خطر، وبتقع انولا وهي بتحاول تطلع فوق سطح بيت، وبنشوف شيرلوك وهو بيفتح مكان مستخبي في الحيطة، وبتخرج انولا منه بعد ما بيمشي المحقق، وبتحكي ان وهي كانت بتقع شافت ولد وفتح لها الشباك وبدلوا هدومهم مع بعض، فبتيجي عند شيرلوك بلبس الولد وبتحاول تساعد اخوها في القضيه بتاعته، وبيقول لها كل الادله اللي معاه لحد دلوقتي. بعدها بتحكي له هي كمان عن قضيه اللي معاها، وبيشكوا هما الاثنين في ان اللي قتل ماي هو اللي كان بيبعت لساره، وبتوريه الورقه اللي كانت مع ماي وهي عباره عن معزوفه، فبيعزفها شيرلوك على امل يوصل لحاجه بس مش بيعرفها، وبيقول لها شيرلوك تقعد هنا عشان الشرطه بتدور عليها وهو هيحاول يعرف اكتر عن القضيه. وقبل ما بيمشي بينصحها ما تبقاش زيه. وفي الوقت ده بتحاول انولا تفتكر كل الادله اللي معاها، وبتستنتج ان حبيب ساره هو شخص غني. بعدها بيروح شيرلوك لمسرح الجريمه عشان يشوف هيوصل لايه، وهناك بيوصل ان الشخص اللي في قضيه انولا هو نفس الشخص اللي بيدور عليه في قضيته. وبتقعد انولا تقرا اكتر وبتوصل انه ممكن يكون ابن صاحب مصنع الكبريت واسمه ويليام، وبتشوف اعلان عن حفله رقص هو هيكون فيها، فبتقرر تروح وبتقف تراقبه من بعيد. وبنشوف انه بيبص على واحده من بعيد شعرها احمر. بعدها بتروح تتكلم مع ويليام، تطلب تقول له حاجه، وبيقول لها ممنوع واحده تتكلم مع واحد غني من غير مرافقه ليها، وانها لو عايزه ممكن يرقصوا بس، لكن مش بترضى عشان مش بتعرف ترقص. وبيقف شيرلوك يراجع خريطه الادله بتاعته تاني، وبيلاقي ان المجرم اللي بيدور عليه بيستخدم شفره وهي عباره عن خطوات رقص. وبنرجع لانولا وبتيجي واحده تتكلم معاها وبيتريقوا على الموجودين، وبتديها مروحتها وانها ممكن تكلم ولد بالاشاره بيها. بعدها بتشوف توكسبري واقف بعيد لوحده بالصدفه، فبتاخده في مكان لوحدهم عشان يعلمها الرقص
الرقص بسرعه، وبيسالها ليه بتيجي تقعدي كل يوم في طريق شغلي، فبتقول له عشان هي بتحب تراقبه من بعيد وتتاكد انه كويس، وبيعلمها الرقص وبيكونوا هيقربوا من بعض، لكن الباب بيخبط فبيضطر ينزل من الشباك عشان محدش يسال كانوا مع بعض ليه. بعدها بتنزل تحاول تطلب من ويليام يرقصوا مع بعض، وبيوافق بس على اخر رقصه في اليوم. بعدين بيكتب اسمه في البطاقه اللي معاها، وبتقارن خطه بالخط اللي في جوابات ساره، وبتلاقي ان هو نفس الخط. بعدين بتستنى يجي دورها مع ويليام، وبتراقب تكسبري من بعيد، وكل البنات عايزه ترقص معاه، وبتكون غيرانه بس مش عايزه تبين. واخيرا بيجي دورها مع ويليام، وبتساله عن ساره وبيخاف جدا، وبيقول لها ارجوكي سيبيني في حالي، وانهم دلوقتي متراقبين، لكن لو عايزه يتكلموا تقابله في نص الليل. وبيحل شيرلوك الشفره اللي معاه، وبتكون رساله موجهه ليه مخصوص، بس برضه مش عارف اسم الشخص. بعدين بتفضل اينولا مستنيه ويليام، وبيدخل تكسبري وبتقول له امشي حالا، ولما بيشوف ويليام بيفتكر انها بتخونه، لكن بتدخل الشرطه عليهم وبتقول لاينولا انها رهن الاعتقال بسبب قضيه قتل، فبتعمل نفسها بتودع تكسبري وبتخبي في جيب ورقه الادله، وبياخدوها قدام كل الناس وبتسمعهم بيشتموها. بعدين بتدخل السجن، وبيجي رئيس الشرطه يقول لها انت بتعملي كده ليه عشان ساره، وان في حد شرير عايز يتكلم مع ساره. فبتقول له انت ليه كنت ماشي ورايا من كام يوم، وبتمسك قميصه وبتقول له اكيد مش مرتب الشرطه اللي بيخليك تجيب هدوم غاليه كده، انت بتاخد رشوه من مين. فبيخنقها وبيقول لها تقول له ساره فين احسن لها، لكن بتقول له انها مش عارفه. بعدها بيهددها انها هتتشنق، وبيروح شيرلوك عشان يخرجها، وبيجي رئيس الشرطه وبيقول له احنا عندنا ادله كتير ضد اختك. فبيرد شيرلوك ان ايا كان الادله اللي معاه فهو عارف ان الشرطه هي اللي قتلت البنت. بعدين بيقولوا له ان بصماتها مطابقه للبصمات اللي على السكينه، وبيخرج وهو متعصب. بعدها بيروح لصاحبه مامته عشان يطلب مساعدتها، وفي الاثناء دي بتروح اينولا السجن اللي المفروض تتشنق فيه، وهناك البنات اللي فيه بيكونوا هيضربوها، لكن بتوصل مامتها وصاحبتها في اخر لحظه وبيفجروا الحيطه وبينقذوها. وبتسالها مامتها عن القضيه، وبترمي متفجرات عشان تبعد الشرطه اللي بتجري وراهم. وبتسالها مامتها يا ترى ليه الشرطه مهتمه بساره جدا كده مع انها بنت فقيره وزيها زي غيرها، فاكيد هي معاها ورق ممكن يدمر ناس كتير غنيه. وبيجي رئيس الشرطه وبيضرب على اينولا ومامتها نار، وبيوقع العربيه اللي هم فيها. بعدين بتيجي الشرطه عشان تمسكهم، لكن بيضربوهم كلهم بما فيهم رئيس الشرطه، ويفجروا العربيه وبيهربوا. بعدها بتغير اينولا هدومها وبتتكلم مع مامتها عن توكسبري، وبتنصحها مامتها ما تفضلش لوحدها، وانها ممكن تكون احسن بكتير مع ناس تانية، وبتطمنها انها دايما هتنقذها من اي حال، وبتخليها تمشي لوحدها. بعدين بتروح اينولا تاخد الطفله وبتقول لها تلم حاجتها عشان تحميها، فبترد الطفله انها هتقعد عند واحده صاحبتها. وبتبص اينولا على الزرع وبتستنتج ان ساره ومي كانوا يعرفوا سر خطير، وهو ان الناس الاغنياء والشرطه خلقوا وباء ومرض بيقتل الناس الفقراء بسبب المواد اللي بيستخدموها للكبريت، وعشان كده عايزين يخبوا على الموضوع. وبتلاقي فار ميت بعد ما اكل جبنه عليها الكبريت الابيض. بعدين بتروح لتوكسبري وبتطلب مساعدته وبتحكي له كل حاجه تعرفها. بعدها حد بيخبط عليه فبتستخبى، وبتلاقي ان البنت اللي كانت في الحفله جايه له، لكن بيخاف اينولا تتضايق فبيمشيها، وبيقول لها انها كانت هنا عشان هي بتحاول تكتشف فساد في البلد. وبعدها بتجمع اينولا كل الاحداث، وبتعرف ان البنت دي هي ساره، فبتجري عشان تلحقها. وهي خارجه بيقول لها توكسبري انه بيحبها، لكن كل اللي هي بتكون مهتمه بيه هو قضيتها. وبتستنتج كمان ان ويليام كان بيساعد ساره ومي في انهم يكشفوا الفساد اللي باباه بيعمله. بعدين بتقول لتوكسبري ان هي كمان بتحبه، وبيروحوا للمصنع. وبتدخل اينولا لوحدها. بعدين بتسمع صوت في المكان وبتمسك شاكوش عشان تحمي نفسها، لكن بتلاقي انه اخوها، وبيقول لها ان قضاياهم هما الاثنين مرتبطه، وبيعرف كمان ازاي يثبت براءتها وازاي رئيس الشرطه حط بصماتها. بعدين بيطلعوا المكتب وبيلاقوا ويليام مقتول، وبيستنتجوا برضو ان رئيس الشرطه هو اللي قتله. وبيدخل توكسبري. بعدها بتلاقي اينولا جزء من ورقه في ايد ويليام، وبياخدوه يضيفوه على الورقه اللي كانت مع مي، وبيفهموا انها خريطه المكان في المسرح. وهم في الطريق لهناك بيطلب توكسبري من اينولا تعلمه ازاي يتخانق، وبيقربوا من بعض. بعدها بيدخلوا المسرح وبيمشوا ورا الخريطه، وبتيجي ساره من وراهم وبتوريهم الورق اللي معاها وانه يثبت كل الفساد اللي بيحصل. بعدها بتسالهم عن ويليام، وبيضطروا يقولوا لها انه مات، فبتقعد تعيط. وبيجي رئيس الشرطه من وراهم ومعاه الطفله وبيساومهم، يدوا له الورق مقابل الطفله، لكن الطفله بتعضه وبتهرب، وبيجروا كلهم. بس بيضرب شيرلوك بالنار في كتفه، وبيحاول توكسبري يتخانق مع واحد من الشرطيين. بعدين بيكون رئيس الشرطه عايز يقتل اينولا، فبتجري منه وبيجري وراها بسكينه عشان يقتلها، ومش بيكون عارف انها سكينه لعبه، فبيجيب سلاح تاني وبيفتح دماغها، فبتقع وبياخد منها الورق. بعدها بتفتكر كل اللي مامتها علمته لها وهي صغيره، وبتوقعه وبيموت. بعدين بتيجي ساره تاخد الورق، وبتيجي الشرطه تسقف لهم، وبيكونوا عايزين ياخدوا ساره عشان سرقت ورق من المصنع. بعدها شيرلوك واينولا بيوصلوا للي بيعمل كل ده من البدايه، وهي ميرا الست اللي كانت واقفه معاها في الحفله، وفعلا بتكون موجوده وبتعترف بكل حاجه، وبتقول انها عملت كل ده عشان تثبت انها اذكى من كل اللي موجودين، فبيعتقلوها. وبيولع الوزير في الدليل انه بيستخدم مواد سامه مع صاحب المصنع. وبتقعد اينولا مع ساره واختها، وبتقول ساره انها متضايقه عشان مش عارفه تجيب حق ماي وويليام. بعدها بيروحوا المصنع، وبتطلع ساره تقول الحقيقه لكل البنات اللي شغاله في المكان، وان المواد دي بتقتلهم. وللاسف في الاول البنات بيخافوا يتفقوا مع ساره عشان شغلهم والفلوس، لكن بعدها بيقرروا يحتاجوا، وبيخرجوا مع بعض كلهم عشان يتسهروا. وبتكون مامة اينولا واقفه وفخوره بيها. وبنعرف ان توكسبري عرف يقبض على الوزير الفاسد اخيرا، وبيطلب شيرلوك من اينولا تكون شريكته، بس بترفض عشان عايزه يكون لها اسم لوحدها، وبيقول لها تبقى تيجي تزوره. بعدها بيجي توكسبري ياخدها عشان يخرجوا، وشيرلوك بيقرا خبر ان ميرا هربت من السجن، وبيخلص فيلمنا هنا.